النهارده جايبه لكم تعديل بلوفر ضيق عليكم، هتعملوه بطريقه حلوه جدا. الطريقه عجبتني جدا فحبيت اشاركها معاكم. بس ما تنسوش الاول يا جماعه بالله عليكم اعملوا لايك عشان الفيديو اكتر حد يشوفه معانا وياخد الثواب معانا. خلاص، اول حاجه انا شقيت البلوفر من النص بالمنتصف بالظبط، لا رايح يمين زياده ولا شمال زياده. بعد كده هقص دي كولا للرقبه. انا بقيسها على مقاس الرقبه وبقيسها ايوه بدور عليها داير ما يدور كده، بتبقى مثلا جنب 6 سنتي والجنب التاني 9 سنتي. 9 سنتي هيبقوا من تحت، ال6 سنتي هيبقوا من فوق. خلاص. وبعد كده بفزلن المرد اللي انا قصيته. المرد ده عرضه 6 سنتي، طوله طول البلوفر من قدام. خلاص، اللي هنا الكولا دي انا قصيت لها بطانه، بطنتها وخيطتها وكبستها بالمكوى. اما بقى المرد انا طبعا كنت كبساه عملت له الفازلين وبعد كده كبسته 3 على 3 سم، يعني 3 على 3 هو 6، يبقى 3 على التلاتة. وبعد كده بقى بخيطه بعد كده بقلبه للعكس وابدا اخيط خياطه من فوق واعرشه واشيل الزياده زي ما انت شايفه كده اهوت، وابدا اقلبه. بعد كده انا ما بخيطوش على المكنه عشان البلوفر في الخياطه على المكنه هيبقى صعب شويه. انا بداري بقى الخياطات كلها وبعمل غرزه اسمها غرزه الكفافه، بداري بيها شكل الخياطه من جوه، وشكلها بيبقى جميل ومش ظاهر زي ما انت شايفه كده اهو. وابدا اركب الكولا، ال9 سنتي هما اللي من تحت وال6 سنتي هما اللي من فوق، وابدا اخيط داير ما يدور من جوه بخياطه المكنه. وبرده ما بخيطش الخياطه الخارجيه بالمكنه. بعمل ايه؟ بعملها غرزه برضو كفافه داخليه كده وبظبطها. وبعد كده بقى بعمل عراوي وزراير للبلوفر من قدام. وكده خلص معانا تعديل البلوفر بطريقه جميله. حاولي يبقى فيه سنه ابداع عندك لكل حاجه. الخياطه كلها بتبدا بحاجات زي دي، يعني اشتغلي في حاجات زي دي الاول، هتلاقي نفسك اتمكنتي مره على مره، هتلاقي نفسك ايدك خدت وعملت الحاجه كلها بسهوله. وكده خلصت معانا معلومه النهارده، واشوفك في جديدة معلومه في جديده. مجال الخياطة. اسألي على كورس الخياطة هتتعلمي فيه كل تريكات الخياطة. هتتعلمي معانا من أول احتراف الباترون لحد القص والتفصيل بإيدك أكتر من مرة. مستنيينك معانا في كرييتيف فاشون كورس.